هذا الفيديو هيكون طريقة عمل ايرون فارم في لعبة مكافحة الجوال على آخر الظهر. فيلا بينا نشوف موارد الايرون فارم. فبالنسبة لموارد الايرون فارم هتحتاج تقريبا 4 سكات من أي بلوك البناء انت عايزها، و20 سرير، و20 أي آلة القانون شغال عليها. مثلا هستخدم هنا فريكشن تيبل، وباكت لافا، وباكت مية، وفين سكات لازم يكون من خشب النازل هو الصين عشان متحرقوش من اللافا، وواحد هوبر، واحد شيست، و20 كروش. عشان تبني الايرون فارم فانت لازم تطلع 8 بلوكات، 1 2 3 4 5 6 7 8. تطلع من كل اتجاه 3 بلوكات. نطلع 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3. بعدين محتاجة تملى الفراغات من الأماكن دي توصلهم ببعض يعني. بس كده تيجي بقى في كل زاوية تحط هنا بلوكة بالشكل ده. بعدين نيجي نحط السرير 1 2 كده، 1 2. وبعدين 1 2، 1 2. هنعمل الفراغ في نص ده بالسراير. كان نحط 5 كده، و5 كده، والسرير هنا، والسرير هنا، وكده التوتال السرير هنا 20 سرير. وهنصعد هنا كمان بلوكة ويبني فوق السرير. بس كده بقى بنوصل المرحلة ديت. نيجي على أي جانب من جوانب الفارم دي بنحط هنا 4 فريتشنج تيبل. نحط برضه قصادهم هيبقى 4 فريتشنج تيبل بالشكل ده، 3 في الأرض وواحدة فيهم. بعدين هنحط هنا كده 6 فريكشن تيبل، وبرضه قصادهم يبقوا 6 فريكشنج تيبل. وهنطلع ببلوكتين يبني فور فريكشن بالشكل ده. بس في المهمة الجاية بقى كده احنا عاوزين 20 كروي. بس أهم حاجة الكروي اللي تحطها في هنا متحطش الكرو الصغير ورا الكرو العاطل اللي هو بلابس الملابس الخضرا دي. لازم يكونوا كلهم يشتغلوا بالفريكشن تيبل. 1 2. كده أول كروي، تاني، تالت، رابع، خامس، سادس، سابع، تامن، تاسع، العاشر، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20. 20 من فضة ده. والكرو ده كمان نحط بيها كمان كرويين عشان يبقوا 20 كروي بهذا الشكل. ثاني بس كده جيب النهار. وهنبني كمان لاين، هو السقف هيبقى البيت ده بتاع كروين. أول ما هتخلص من السقف هتلاقي الجرم بدأ يرسم. بعد ما تملى السقف تيجي في أي زاويتين نحط بلوكة وبلوكة، بعدين تخرج منهم وتحوط المكان كله ببلوكات. هو الشباب زي ما قلت الأيرون مجرد ما بنيت السقف. فتحت الفتحة بحس إن أنا يعني مليته مناسبعنش، بحس إن أنا عديت القانون غلط، بس لأ لازم هو أنا كده ماشي صح.
تحفر هنا حفرة ونجيب فيها نحط الهوبر والشيست. نحط هنا الهوبر وده الشيست. عشان تسد المكان ده انت هتجيب ستيرز من نفس بلوكة البناء اللي انت استخدمتها وتحطه هنا. ترفع معاك يكون هنا بلوكتين. اما التلات بلوكات دول فاحنا هنخليهم كده 9 بلوكات، نتفق بيهم 3 يعني. هنجيب بقى دلوقتي الليفا والساين والفينس كي. اول حاجه نحط هنا البلوكة، بعدين في الفينس كيت، ودايما دول هنحط كده الساين. كسر البلوكة وافتح الفينس كيت وحط هنا اللافا. دلوقتي هنجيب الوتر باكيت، هنا باكيت وهنا واحد. ممكن ترتفع هنا كمان بلوك عشان الايرون جولم ما يطلعش برا الفار. بهذا الشكل انت ممكن تخلي الديزاين اللي انت عاوزه. احنا دلوقتي كده الفرن شغال، بس عشان تدافع عليه اكتر لازم تقتل اي ايرون جولم في المنطقة من حواليك، يعني عشان وقعته من الفرن فلازم اقتله عشان تشغل عليه اكتر. ناخد دلوقتي الايرون في الشيست برضه نشوف البتاعة تدينا قد ايه. بس ولو انا وصلت مثلا نهاية الفيديو، متنساش اللايك والاشتراك، وتحط تشوف اخر فيديو في القناة. سلام.